في معلومة مغلوطة ما بين صناع المحتوى، وهي انك كل ما تنشر اكتر كل ما قناتك هتنمو بشكل اسرع. هل المعلومة دي صح ولا لا؟ علشان تعرف الاجابة تابع الفيديو بتاع النهاردة للنهاية. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة. ليه النشر اليومي بيضر القناة اكتر مما بيفيدها؟ اول سبب هو ان جودة الفيديوهات بتقل، لانك بتنشر كل يوم فيكون في مجهود عالي، فبالتالي هيعود ده بالتأثير السلبي على الفيديوهات، والفيديوهات بتاعتك هتكون جودتها اقل. حتى لو حافظت على الجودة في البداية، مع الوقت الجودة هتبدأ تنزل، ولما بيكون الفيديو جودته سيئة المشاهدين مش بيتفرجوا عليه ولا بيكملوا. برضو السبب التاني ان المشاهد من كتر ما انت ما بتنزل هيزهق ومش هيشوف الفيديوهات بتاعتك، وفي بعض المحتويات بتحرق افكارك ومش هتعرف تحسن المحتوى بتاعك والفيديوهات بتاعتك. فممكن تلاقي قناة بتنشر كل يوم ومع ذلك مش ناجحة، وقناة بتنشر كل اسبوع فيديو وناجحة نجاح كبير. وده بيرجع لعوامل اليوتيوب بيبص ليها غير الكمية. وكده كده احنا اتفقنا ان الجودة هي اهم من الكمية، ولو تعرف توازن ما بين الجودة والكمية يبقى انت كده فل الفل وتمام التمام. وده طبعا هيحتاج فريق عمل، ولو انت تعرف تعمله لوحدك فانا احييك الصراحة. طيب اليوتيوب بيهتم بايه علشان يروج للفيديوهات بتاعتك والقناة بتاعتك؟ اول حاجة وهي مدة المشاهدة. المشاهد قعد في الفيديو كام دقيقة. لو الفيديو بتاعك مثلا 10 دقايق ومشاهدين قعدوا فيه 50%، يعني شافوا نص الفيديو، فده مؤشر على ان الفيديو بتاعك هيطلع. اليوتيوب هيشوف ان الناس مهتمين بالفيديو ده فيرشحوا الناس اكتر ومشاهداته هتزيد. وسبب ان هو رشح الفيديو ان الناس بتقعد فيه وقت اطول، فالفيديو جميل بالنسبة لهم. بالنسبة لليوتيوب الفيديو ده هيخلي الناس تقعد جوه المنصة اكتر، فهتظهر اعلانات اكتر، فالمنصة هتكسب وصانع المحتوى يكسب، فبيرشحوا الفيديو ده للناس اكتر. وتاني سبب وهو معدل النقر لكل ظهور، او السي تي ار، الكليك ثرو ريت. ده اللي هو معدل النقر على الصورة المصغرة. يعني الفيديو بتاعك اليوتيوب اول ما انت بتعمل الفيديو بيرشحه لعدد من الناس، فكم واحد شاف الصورة ضغط عليها وكم واحد تجاهلها. كل ما النسبة بتاعت الناس اللي تضغط على الفيديو بتاعك تكبر كل ما الفيديو بتاعك هينجح بشكل اسرع. وبرضو العامل الثالث وهو تفاعل الناس على الفيديوهات بتاعتك، سواء بقى بلايك ديسلايك مش هيفرق، خليه تفعل ايا كان، والكومنت والشير. وده كله يبين لك ان الجودة اهم من الكمية 100 مرة. لو عملت فيديو جودته كويسة هيجيب لك مشاهدات ومشتركين اكتر من انك تقعد تنشر كل يوم وتحرق في وقت ومجهود وتبقى جودة الفيديوهات ضعيفة، مش هتحقق لك نتائج بنفس قوة الجودة. طيب انشر كل قد ايه؟ ده طبعا بيرجع لنوع المحتوى اللي انت بتقدمه ومدى سهولة انتاج المحتوى وصعوبته. وكده كده عموما في صناعة المحتوى بتاخد وقت ومجهود منك علشان تعمل فيديو، تقعد بقى تنظم الاستوديو وتعمل اضاءة ومونتاج وصورة مصغرة، موضوع كبير. بس طبعا بيختلف من محتوى لمحتوى. طيب المعدل اللي ممكن يساعدك في نمو قناتك بسرعة تنشر كل قد ايه؟ لو محتواك بياخد وقت ممكن تنشر فيديو في الاسبوع، والافضل انك تنشر فيديو كل 3 ايام، لان ده هيساعد انك ترسخ في ذهن المتابعين والمشاهدين، والجمهور هيبدأ يعرفك ويعرف انك بتنزل باستمرار، هيبدأ يثق فيك وفي محتواك. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.